بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحكومة العراقية. الموضوع استنكار. في صيف عام 2014 تعرضنا لحملة إبادة جماعية ممنهجة على يد عصابات داعش الإجرامية، حيث هاجمت مجاميعهم المسلحة الإجرامية مناطقنا، وطبقوا مناهجهم التكفيرية بحق مكون اليزيدي، مما أسفر عن قتل آلاف من الرجال والنساء وسبي أكثر من 6000 امرأة وفتاة تم استغلالهم في أسواق النخاسة، كما تم قتل الشيوخ والأطفال وعزلهم عن عائلاتهم في محاولة لإنهاء المكون اليزيدي من على وجه الأرض. وإلى يومنا هذا لم يتحرك البرلمان العراقي ساكنا في الاعتراف بالإبادة الجماعية اليزيدية، بل أبعد قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية اليزيدية من جدول أعمال جلساتها لتشرع قوانينهم المجحفة بحقوقنا. نحن كإدارة ذاتية شنغال نعلن استنكارنا الشديد ورفضنا القاطع لقانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي في 22 كانون الثاني 2025، والذي ذكر في مقدمة ذلك القانون العفو عن جرائم إرهابية مروعة ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد شعبنا اليزيدي. إن تشريع هذا القانون أدت إلى إعادة فتح جرح جديد للمجتمع اليزيدي الذي لا يزال في حاجة إلى تحقيق العدالة بالبحث عن المختطفات والمخطوفين وبيان مصير الآلاف من المفقودين من المكون اليزيدي، وفتح عشرات من المقابر الجماعية بدلا من أنصافنا بالبحث عن المفقودين وتحرير المخطوفين وتعويض المتضررين وإعادة أعمار مناطقنا. تشرع البرلمان العراقي قانونا بالعفو عن المجرمين الذين ارتكبوا بحقنا أبشع الجرائم. إن السماح للمجرمين الذين ارتكبوا هذه الفظائع بالإفلات من العقاب هو خيانة لدماء ضحايانا وإهانة لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. إن هذا القانون لا يعتبر مجرد تجاوز على حقوق الضحايا، بل يعد بمثابة دعم غير مباشر للكتل السياسية في البرلمان العراقي التي تسعى إلى تلميع صورة المجرمين وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، مما يعكس تواطئهم مع الجرائم التي ارتكبت بحق اليزيديين. إذ نطالب الحكومة العراقية بإلغاء هذا القانون فورا والالتزام بتحقيق العدالة للضحايا وعدم السماح للمجرمين بإعادة اكتساب حريتهم. كما ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف معنا في هذه القضية العادلة والضغط على الحكومة العراقية لضمان معاقبة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب. وإننا لن نتراجع عن مطلبنا في المساءلة والعدالة، ولن نسمح بأن تمحى معاناة شعبنا من ذاكرة التاريخ. مجلس إدارة ذاتية ديمقراطية شنغال في 24 كانون الثاني 2025. والسلام. خير هاتنا قناة واتين بيروان جهازنا في داخليان يجبر في عفوا ما كا شوي راسم نفاجين سربي تشتيره يجبر هر سال بسال حكومة عراقية تشجيد قلبان وقت هذا كإرادة ما بشكينه البرنامج بيجينا شقان يطوان قوي ترين كجسديا فكريا مشوان قوي ترين راسكا كمدتي استي هفيو شاري بادر سريوان ده هاتين شقي جلقي بكيس وبحقي وان ده تشبيته كرين أو مجرم الحبس هذا ماين وان إنسان بردن قرط فاقد خد سياسي. البرنامج بيجينجي كا تشجينا سني هات يقدرن كجني شيء راسينك صار كلا خربو بس كان زم برجاب دين خسارة حرام يسرق المدتي استي بوي راس الفدرة كده في قرار هذا الدين الوي فدرة كم طلبة حقوقي فبكون طلبة أم بيجين كا تسر مع احتراف من كإبادة جبارة سري ماذا هادو أو برسف دانا ما كا أم نجس أكش في الدولة يبين وأم نمينين بس الفرد أمي بيجينجي حتى تعليجي أمي طلبة حقوق فاكين هكا برنامج به
أمش قد ياخد تراجع نابنو بلا هر إنسان قل فرد زان بيشي أم إيزدينا وميمينين هر إيزدي كحكومة بيو كإنسان جي بيو نفرمانا جي هر أمش مبدأ خو داناين وهر مثل قاطع خو منين جي قاطع تاوسيمة